مساء الخير. ايه الجديد معانا في تكنولوجيا تصنيع الاسنان وتجميل الاسنان؟ معاكم دكتور عمر الديدي، ماجستير التركيبات الثابته والتجميليه جامعه عين شمس. احنا بقى معانا دلوقتي التكنولوجيا الحديثه كلها في طب الاسنان بقت خلاص العامل الايد البشري اللي كان بيعمل شويه اخطاء وايرورز اتشالت خالص، فعلينا جدا النتائج اللي بتطلع من اول ما العيان بيجي وبنحضر له الاسنان. من هنا بتخش التكنولوجيا وحتى من قبلها، حتى بناخد مسح ضوئي للاسنان قبل ما نبتدي التحضير، وساعتها بنقدر نعمل رسم الابتسامه او التخيل النهائي للتركيبه هتبقى عامله ازاي. بعد ما بنحضر الاسنان بناخد المقاس بالماسح الضوئي، وبعد كده بنرفع الصور 3 دي ديت او ثلاثيه الابعاد، بنرفعها على برامج التصميم الابتسامه. ثم بعد كده بعد ما بنرفعها على برامج تصميم الابتسامه بنبتدي نرسم وندي امر للمخرطه انها تخرط الاسنان الجديده 3 دي ثلاثيه الابعاد، وعلى طول تخش تركب مكانها. حاجه بتبقى ممتازه جدا ونسبه الايرورز فيها صفر، وعمرها الافتراضي طويل، وشكلها احلى من الاشكال اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده، ما تبقاش عجبانه قوي.